أصدقائي أحبابي متابعينا في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم؟ اهلا بيكم على قناه ايمن دوت كوم 23 في حلقه جديده من حلقات فرفوش واصحابه. لا فاهم. تعلم صح. وجودك كده قدامي ولا قاعد جنبي مصلحة كبيرة ليك يا غبي. خلاص بقى يا كوتش، توقعت ان الاهلي يفوز 2-0 غلب 3 والحمد لله. تيجي مع الهبل دبل يعني، لا مؤاخذة. خليك قريب مني شويه يا فرفوش، عشان انا مش ضامن كده ممكن يحصل ايه. ولا انا اخر ما ازهق اجيب سكين واقطع لسانك واقطع شرايح عشان انت لسانك طويل. قلت لك طول ما انت قاعد جنبي هتستفيد. الحلقة اللي فاتت الوصف في الرابط قلت ان الاهلي هيفوز 2-0 وادي هو فاز اهو الحمد لله 3-0. ده دليل على ايه؟ الترجي نازل الماتش وهو بيقول لك اكسبني يا اهلي. الترجي بيقول لك اغلبني يا اهلي. ليه؟ فرقه منهاره. الماتشات الاخيره كانت سيئه جدا واتغلبت، وقلت فيها احتمال كبير كمان علي معلول يتشال. ما كانش هيتشال في الماتش ده ويبقوا ويعني جدعان معاه. هيتشال في الماتش بتاع افريقيا بتاع القاهره، هيتطرقع 4-0 ولا حاجه وهيتبهدل اخر بهدله. ده الاهلي كده لم الدور وغلبوا كده بالراحه من غير اي مجهود. يلا اسند ظهرك. اول حاجه نبيل معلول مش علي معلول. نبيل معلول ده مدرب الترجي. انت بقى دخلت الخطوط في بعضها يا كوتش، اسمح لي بقى اصلح لك شويه. خلاص يا فاهم، هتعمل فيها فاهم في الحته دي. ايوه يا سيدي، نبيل معلول مش علي معلول. انا بقصد مدرب الترجي. هيتشال في الماتش ده. ما كانش هيتشال في الماتش، هيتشال في الماتش اللي جاي. من الاخر كده خلاص بيضيع وقت. يلا اسند ظهرك. فعلا اضعف خط خطوطه كان خط الدفاع يا كوتش، كان تعبان قوي. ويعني خط دفاعه بس، ده حتى الجون كان في الطراوه خالص، اي كره تتشاط عليه تيجي فيه. يلا كانت سبهلله، كان الاهلي المفروض يكسب 6-0 مش 3 بس. المهم الاهلي يستعد صح بقى للماتش بتاع القاهره الجمعه الجايه كده ان شاء الله، ويظبط نفسه ويعمل احلى سكور يتسجل في التاريخ. يلا اسند ظهرك يا فاهم. وبعدين ما انا كل يوم اضربك، ما تلم لسانك شويه يا كوتش، مش كده. ايه اسند ظهرك اسند ظهرك اسند ظهرك؟ انت في ايه يا عم؟ ما بتحرمش؟ استنى ما تمشيش يا فاهم، انا اخلع الجزمه واديك بيها عشان تبطل طولة لسان، وانا زهقت منك وقرفت بقى.